قبل ما المشكلة المصرية المغربية تكبر واجبنا ان احنا نتكلم عشان في ناس ضعاف نفوس كتير قوي. فانت لو مغربي يا باشا اسمعني من اخوك المصري واسمع الكلام كويس قوي. بطولة افريقيا، تنظيم عالمي، ملاعب عالمية، كرم ضيافة واخلاق ومعاملة مفيش احلى من كده مع المصريين. بنشكركم بالزاف بجد من اول بطولة، وتشجيع اسطوري لمصر من اول البطولة. والاستاد كان مليان 40,000 على اخره في غدير اكننا نلعب في مصر يعني. هل الناس دي مجبره انها تيجي تشجع مصر؟ لا، مش مجبره انها تيجي تشجع مصر وتملى لك الاستاد. طب دلوقتي التذاكر بقت بفلوس، الناس والله حابه تيجي تشجع مصر، ده كرم منهم، لكن مش واجب عليهم. تمام، مش واجب عليهم. ومش واجب عليك يا كابتن حسام ان انت بعد ما كسبنا بنين عشان شويه جماهير بتشجع بنين منهم سواء مغاربه جزائريين تخش ان انت تشتمهم وترد عليهم. الكلام ده كله ما يقللش من مصر حاجه. المغرب كلها شجعت مصر او الجزائر كلها شجعت مصر. مصر بتلعب لاسمها وبتكسب باسمها وتاريخها في الملعب. 2019 عندنا اما الجزائر كسبت البطوله عن جداره واستحقاق، هل الاستاد كان بيبقى كومبلي كله للجزائر؟ لا اكيد مش كله كان بيبقى كومبلي. هل كل المصريين كانوا بيشجعوا الجزائر؟ اغلبيه منهم بتشجع الجزائر. طب الشويه اللي ما بيشجعوش مش عايزين الجزائر يكسبوا، هل تدين المصريين في حاجه؟ لا طبعا، دي رياضه يا جماعه. انت البطوله في الامطار الاخيره ممكن يبقى المغربي قلقان ان يواجه مصر في النهايه، الجزائري والمغربي هيتصادموا مع بعض، ممكن ما ايه المشكله؟ ده طبيعي، ده ما بنشجعش بقى. ما بنشجعش يعني الناس ضدنا في حرب مثلا، هي مش حرب، هي كوره. فده طبيعي في كل العالم. انا عن نفسي انا باشا بشجع المغرب وعايز المغرب توصل نهائي وعايز الجزائر توصل نهائي، ولو كسبني عن جداره واستحقاق يا باشا شيك هاند. لكن المغرب عامله بطوله تاريخيه، وانتم يا جماعه شكرا ليكم جدا. لا انتم مجبرين ان انتم تشجعوا مصر، ده كرم اخلاق منكم، احنا كده كده بنحبكم وانتم بتحبونا في اي حال من الاحوال. فكبروا دماغكم، الاعلام التعبان اللي من الجانبين والعيال الموتوره المراهقين سيبكم منهم خالص. واحنا ناس كبار وهنفضل كلنا كبار وكلنا حبايب بالزاف. اورفوار.